السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه مزيان، الحمد لله والشكر لله. حنا كنتواجدوا في مدينه بني ملال، وبالضبط حنا كنتواجدوا في الدخله ديال المدينه، حدا هاد الخصه هادي اللي جات في الدخله. ها هي هنايا اي لوف بني ملال. غادي ان شاء الله نبارطاجيو معكم الاجواء ديال مدينه بني ملال، وغادي نمشيو ان شاء الله حتى لعين اسردون اللي معروفه بها المدينه. وما تنساوش خوتي البارطاج وكذلك الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. وقبل كل شيء دائما الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا جميع الاماكن السياحيه اللي كاينه هنايا معروفه بها بني ملال، بحال عين السردون ومجموعه من الحويجات، وكذلك نديروا السونتر ديال المدينه باش تعرفوا على المدينه. وما تنساوش خوتي البارطاج وكذلك الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. وحنا كنتواجدوا في الدخله ديال مدينه بني ملال. مدينه بني ملال ونكتشفوا هذه المدينه الجميله. بصراحه لاول مره نجي لهذه المدينه هذه، وما تكونش ان شاء الله اول مره، دائما مره نبقى نجي هنايا. وبصراحه مدينه بني ملال عجبتني بزاف، يعني منطقه زوينه، الناس ديالها كرماء طيبين، ومعروفه بعين اسردون، يعني مكان زوين بزاف، وماشي بعيده بزاف على مراكش. عندك جوج السوايع ديال الطريق باش توصل لمراكش. خلينا عاود عندك 45 دقيقه، يعني جات في واحد الموقع استراتيجي سياحي زوين. الا جينا نتكلموا على مراكش عاود تبارك الله راه يمكن لك تمشي حتى لمراكش تحوس وترجع. يعني هنيئا لهاد الناس هادو بهاد المدينه الجميله. اللي لاحظت انايا هو البنيه التحتيه مزيان، داكشي تبارك الله مخدوم. بالنسبه للالوان ديال المنازل موحده، ما كاينش لون كما بعض المدن كاين كل واحد باش ما بغى يبنتر، لكن الاغلبيه كتشوف هذا اللون هذا برتقالي. بصراحه عطى واحد الجبليه زوينه للمدينه. وحنا ان شاء الله غادي نمشيو مباشره لوسط المدينه ونشوفوا الاجواء كي دايره، باش نديروا واحد الدويره ان شاء الله في المدينه ونكتشفوا المدينه، وحتى الناس اللي ما تعرفش بني ملال تولي تتعرف عليها عبر هذا الفيديو هذا. الناس يدخلوا جداد يبارطاجيو الفيديو ويشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. دائما كنحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء ديال المدن المملكه المغربيه. يعني شفنا افراش، شفنا خنيفراش، شفنا مجموعه من المدن اللي مدن تبارك الله تستحق الزياره. يعني بصراحه انا كاين واحد الرومبا هنايا هي تبارك الله عاطيه واحد الجماليه زوينه للمدينه. هاد الخصات هادو كيعطيو تبارك الله جماليه زوينه. مدينه كبيره، يعني الا جيت تقول بني ملال ما شاء الله راه مدينه جميله، مدينه كبيره. انا كنتجول هاد الازقه في هاد الشوارع ديال المدينه وكتستحضر مجموعه من المعالم التاريخيه اللي هنايا. غادي قبل ما ننساو بعدا غادي نمشيو نشوفوا عين اسردون، من بعد نشوفوا هنا واش كاين شي معالم اثريه هنايا في هذه المنطقه، في هذه البلاصه هذه. ما عرفتش واش كاين شي متاحف، واش كاين شي هنا في هذا كاين شي حاجه تاريخيه. الطاكسيات عندهم الصفر بحال ديال صفرو. كاين عاود نفس الدار البيضاء حمر وجده حمر تقريبا كيف الطاكسيات ديال ميدلت هما اللي في شكال غوز.
ذاك الغوز هذاك شكل سبحان الله. لا عادي، حيت هي قلعت مكونه قلعت مكونه وانا صحاب لي ميدلت. قلعت مكونه هي معروفه بالورد، داكشي علاش داروه داكشي. هاد البلاصه هادي خاصه بالطاكسيات، الناس اللي باغي تمشي لمراكش والفاس كما قلت لكم كاين مسافه قريبه. انا هنا كاين السوق، بان شفت الرمان ولا باد الخير تبارك الله. قيسارية التعاونية الفلاحية. دوك الطاكسيات صفر بحال الناموس، ما تعرفش كاع منين يخرج لك بن بن بن. ملي تكون المدينة كبيرة والازدحام وحركة المرور هذه اشكال. هنا كاين واحد الرومبا عاود، لا بالنسبة للسياقة هنايا هنا السياقة أحسن من الخنيفرة. الخنيفرة خويا شكل. الخنيفرة كيتمشاو في الطريق وواقفين في الطريق والناس فهمت، الشوارع شوية ضيقين، يعني خصك تحديه بزاف ديال المرات تحديه. هنا بعدا عادي، هنا تمشى الشارع رياض وكذا وداك الشيء مزيان. واحد الحاجه اللي حصلت فيها ما كانش في تستاسيونو السياره، كلشي بالخطوط الحمراء، كلشي بالاحمر. الا بغيت تستاسيوني السياره خاصك تخرج شي زنقه وتحياتي الناس بني ملال. ابي جعد بس اسفي بس خنيفره. ناس مراكش وصلنا لماكدو. وصلنا دابا الرومبا
الرابعة، هذه الرابعة على ما أظن ولا الخامسة. قدوة الفلاحي، نادي الرياضي. ما شاء الله على قصة كي دايرة، تبارك الله. ندير واحد البوز هنا. شفتو ما كانش فين ستاسيون. بعدين نحاول ندبر شي قنت. اش كاين؟ هذا النهار شويه ديال الشميشه، شويه ديال الحراره. حنا حدا ماكدو. هذه الطريق ديال مراكش، ولكن ماشي الوجهه ديالنا مراكش، حتى مراكش نتمشاو شويه في الشوارع ديال بني ملال، نشوفوا الاجواء كي دايره. هذا النهار هذا راه مغيم، الله يرحمنا، الله يرحمنا بالامطار. السما راها مغيمه، راهم دايرين هاد السيمانه الشتاء. مختبر التحليلات الطبيه. واد زم خريبكا، الدار البيضاء.
مدينة تبارك الله نقية تستحق الزيارة. راح عاد ندورو هنايا في شوارع بني ملال باش نستكشفوا الجماليه ديال المدينه. بصراحه انا واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف النظافه، الشوارع ديال بني ملال تبارك الله كاملين نضاف، وتشوير الطرق كذلك موجود، مساحه خضراء كما كتلاحظوا. شوف يعني في اي مكان كتلقى الدعوه خضراء. سواء في جنبات الطريق ولا في الرومبوانات ولا في يعني تبارك الله كاين الخضوريه، عكس المدن الاخرى. يعني كاين بعض المدن اللي تلقى داكشي كلشي راجع للماء. المدينه اللي فيها الماء وفيها الاخرى ماشي هي بحال المدينه اللي هذه الطريق ديال مراكش، قلعه السراغناء، اكادير، المنطقه الصناعيه. احنا غادي نديروا ان شاء الله جوله وغادي نوليو ندوروا باش نمشيو ان شاء الله لعين اسردوني ان شاء الله. وهذا فيديو باش تستمتعوا معنا بجمال ديال المدينه. وتا الناس يدخلوا جداد يحاولوا يبارطاجيو الفيديو وكذلك يكتشفوا المدينه. Rond-point, prendre. Dans 600 mètres, restez sur la voie de droite. هذا الشارع رئيسي عريض تبارك الله، وفيه حتى فين تستاسيون السيارات ديالك. راهم كيديروا شي اشغال هنايا، ما عرفناش راهم يفوتوا شي تيو تحت، يمكن تحت الارض ولا شي كونيكسيون ما نعرف. الاتجاه ديالنا ان شاء الله العين اسردون. Restez sur la voie de droite. Continuez pendant 1,5 km. باقينا 2 كيلومترات عين اسردون، ونبارطاجيو معكم حتى الطريق. كنا بغينا نمشيو للقلعه ولكن بعيده بزاف، راه الفوق واحد القلعه اللي معروف بها المدينه.
شي نهار اخر ان شاء الله نجيو نجلسوا هنا واحد يومين ولا 3 ايام ونحوسوا بني ملال ان شاء الله. كاين شي ضيافه، كاين شي كسكس. عين اسردون، عين اسردون. شوف سبحان الله العظيم، كنا غير كنستمعوا ليها. احنا دابا حنا غاديين والحمد لله والشكر لله. هذا راه نعمه ديال الله سبحانه وتعالى. من بركان حتى لهنا تعرف ولا راه جبدها طريق اخويا، راه 8 السوايع. Dans 200 mètres, prendre à droite sur boulevard Hassan II. نعم، شارع حسن الثاني. Prendre à droite sur boulevard Hassan II. كاين واحد الرومبو هنا. Continuez sur boulevard Hassan II pendant 1 kilomètre. هذا شارع حسن الثاني. Dans 300 mètres, prendre la première sortie. مراكش، قلعة السراغنة، أكادير.